الجزمه ما بتغيرش يا جماعه. 2015 عرفتنا بيها، و2016 ان شاء الله. ان شاء الله النهارده بقى هنتكلم عن ثوره 25 يناير. الثوره يا جدعان. ثانيه واحده. عارفين يعني ايه ثوره 25 يناير؟ انتوا مدركين اللي كانوا في الثوره مين؟ انتوا حاسين باللي انا في امه؟ ده انا اتفشخت يا جدعان. ثورة 25 يناير. نبدأ القصة. كحودة أو مواطن مصري جوه الحدوتة مش فاهم حاجة. بدأت الحدوتة أخويا بشوية شباب عملوا مظاهرة. حلو الكلام جميل، من حقهم في بلد بت 60 في 70. ليه بتشتم البلد؟ إن كان النظام سم علينا. جزمة محطوطة على رقابينا والمفروض نطاطي ونقول أمين. مين بقى الشباب اللي عملت الثورة؟ أيمن نور، حمدين، منظومة الإخوان، تمام، كل عواجيز السياسة اللي قرفونا وطلعوا عين أبونا، تمام، هم دول الشباب الثورة. لازم أشرب لكم قهوة عشان مش هينفع الثورة تعدي من غير بق قهوة عشان أتوازن بس. ده كاكاو ولا مش قهوة؟ تمام يا معلم. وهوبا يوم 28 البلد اتحولت. يوم من النوم ما تلاقيش شرطة. ايه؟ ما تلاقيش شرطة. يعني ايه ما لاقيش شرطة؟ هو ده البوكسر بتاعي قمت ما لقيتوش في الدرج؟ طب مين اللي عمل كده؟ محدش بيسأل. طب ازاي عمل كده في كل اقسام مصر وعمل لها جدول ازاي؟ وعمل لها جرد ازاي؟ والضربة في وقتها ازاي؟ وكلها مرة واحدة ازاي؟ والاقسام اتضربت والسجون اتضربت. كل ده محدش حاسس ان في منظومة بتحرك الموضوع. وعلى حاجة الاشاعات اللي كانت موجودة ساعتها، لا دي الحكومة اللي بتطلع لنا المساجين. واحنا شعب كنا يا عيني من الخوف مصدقين. ويلا بينا نروح المعمل العلمي ده ولا المتحف العلمي. ايه ثورة تولع في ده؟ ليه ده؟ اشمعنى ده؟ محدش بيسأل. فلما طلع التلفزيون وعلى حاجة بقى ايه، احنا شعب بردك ايه؟ لا التلفزيون المصري كذاب. وهو التلفزيون المصري اللي وجهك. خد بالك من البقين دول. التلفزيون المصري هو اللي طلع قال لك ايه؟ بلاش شاشة ديكور. في ناس تافهه بتقول لك انت بتحط حاجات قدامنا. تمام؟ التلفزيون المصري قال لك ده الناس عملوا لجان شعبيه. احنا لا كنا عملنا لجان شعبيه ولا حاجه. عشان المجرمين اللي طلعوا وجهك. هو نفس التلفزيون المصري اللي بدأ يرشدك تمشي ازاي، وانت عايز تقول ان انت بتقاوم ولا انا بتفرج على الجزيره. لا هو اللي قال لك في لجان شعبيه، فانت نزلت وقفت سهرنا. شويه التلفزيون مصر قال لك اللجان الشعبيه بتفتش اللي داخل واللي طالع والعربيات وده ليهم حق. برضك انت امين التلفزيون المصري اللي انت شايفه عدوك وتبع النظام ماشي ورا هو اللي بيقوله. وتعالى بقى ايه اتفرج على الميدان. شويه ظهر الجيش، والجيش ده يعني انا برضك ليا حدوته مع الجيش. هي دنا واحده كان كل ده ضاع. بس هو بمزاج الجيش. كفايه بقى مبارك. ولو هتنطط عليا واحد نططه مني مش عليا، واحد عيل هو احمد عز. ان ساعتها كان الجيش قاطع الليله ان علاء او جمال واحمد عز كانوا عايزين بقى ياخدوا الفلوس اللي الجيش بياخدها كمان ياخدوها في كرشهم. طب احنا هنحمي البلد بايه؟ شوك وسكاكين. تمام. وقعدنا 18 يوم في جدال وهوبا مبارك خد القرار ادي للجيش السلطه. ما لازم يديله السلطه. هي حركه واحده كان هيعملها سامع عنان بس طنطاوي مرضاش. انقلاب عسكري يلا كس امك بره. تمام. وبدأ فتحت في مصر ماسوره اسمها الاشاعات، الائتلافات، اللي مش عارف ايه. واحنا العواجيز تلاقيهم قاعدين في حزب الوفد اللي هم بقى العالم اللي بيدفع لها من زمان فلوس، وتقول لي لا صباحي محدش بيدفع له 60 سنه ما بيشتغلش معاه عربيه وعايش ملك. طب ازاي؟ وايمن نور
وصاحب قناه الحياه السبادة بتاع الوفد، ناس مرتاحه قاعدين جوه. وطبعا البوب راح جاي لنا من بره يحضر بردك الحفله، بلدع لازم يحضر الحفله وتتفرج على الناس. احنا كنا عاملين زي الشبكه المخرمه اللي كب فيها اشاعات فتنزل من تحت، كب اشاعات تنزل من تحت، لغايه ما بداوا يتجنوا. قال لك ايه، نروح عند وزاره الدفاع، لا مش عايزين حكم عسكري. كنسه واحده، كنسه. تعالى بقى نتكلم بقى بدماغ حوده. انا هكلمكم رايي، هي الثوره دي ما كانش ليها قائد ليه؟ لا دي تلاحم الشعب. مين؟ شعب مين؟ هو سعد زغلول ده لما عملوا تلاحم الشعب والكلام ده مش كان ليها قائد؟ شخص، انسان. الانقلاب العسكري اللي عمله الجيش في 56 في ثوره 23 يوليو، تمام، 53 ولا 52، تمام. مشكلتي الوحيده معاكم هو نفر، هو يدور المنظومه زي اللي السيسي عمله في 30/6. انما انتوا لا. تعالى نرجع للاشاعات شويه. مره واحده تلاقي يقول لك ايه، ده الجيش ضربنا بكيماوي. يا جدعان دي هي كدانه في ميدان التحرير، وربنا 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 كل مصر كانت نامت من 6 بعد كده. ده انا واحده. وطبعا كل واحد هيتفرج يقول لك لا اصل امريكا ما كانتش هتسكت. خد في تيزك. اما احنا عملنا ثوره وامريكا ما بقتش تفتح بقها. في ظهرك اخواتك السعوديه، امارات، مليارات بتتكلم جوه امريكا، ما تقدرش تفتح بقها، عينها مكسوره. اخواتك واقفين في ظهرك وبتدعمك. لما نرجع برضه كده للثوره، مره واحده اخويا ظهر بسم الله الرحمن الرحيم ماسوره احزاب. يا جدعان ده انتوا كان الشعار حاجه تكسف. انتوا طالعين لمبارك تقولوا له عيش حريه عداله اجتماعيه، نبوس ايد امك. والنبي يا ريس عيش حريه عداله اجتماعيه، والنبي بس نقول راينا. شويه انقلب الشعار مره واحده، الشعب يريد اسقاط النظام. اول ما اتضربت الاقسام. طبعا بقى اغنيكم انا بقى من الحوار العظيم وائل غنيم اللي كان كل قناه يطلع ماما الصلصه بص، يقعد يعزل العيال الصغيره الخولات. وكل ابن مرة متنكة دخل ميدان التحرير بقى بطل. وتحولت مصر من دولة امتطائية ومصدرة كسها وتزهى لأن تتنك لشعب مرة واحدة. هوبا يا معلم ضرب فوق، بقى كله فاجر، كله بقى بيزعق لكله، كلنا بقينا جامدين، كلنا بقينا عندنا قلب. وكل واحد كان يقول لك انا نزلت الميدان. يا اسطى وال 30 سنة اللي فاتوا كنت بتعمل ايه؟ كنت بتاخد بالجزمة، تاخد على دماغ امك. كل واحد تكلمه لا طبعا ائتلاف مش عارف، انا سبت حزب ايه ورحت حزب ايه. يلا بينا شتت في البلد اكتر وبدات الاشاعات تشتغل. ده مبارك عنده 67 مليار، ده كل واحد هيرجع المليارات دي هترجع، كل واحد هياخد له بتاع 5-6 مليون. واللي قاعد بقى يحضر هيشتري فيلا في شرم، واللي حلها الفلوس دي يحطها في البنك، واللي قرر يطلع المانيا شبهي. كل واحد خياله المريض طلع عقده. وبقى الشعب قاعد والرياله نازله، عايزين فلوس مبارك، عايزين فلوس مبارك. وشويه راحوا طالعين لك قال لك لا احنا الفلوس لازم بقرار ايه؟ قضائي. هوبا مره واحده يلا. ما انا معلق في هوبا ليه؟ ان كانت ايه؟ صدمات عامل زي الكهرباء اللي هو كده، اللي هي قبلة الحياه. عارفين انتوا دي اللي بتيجي في الافلام اللي ملهاش لازمه؟ تمام؟ قنوات بقى بدات تنتشر. 25 يناير مصر الثوره، مش عارف حماده قال على لباسه في الشارع، وايه؟ واحد واقف بحله انا متجوز عريس جديد، يلا بقى اتخلع عشان اروح لمراتي. طب انت مش عارف تنكها، احنا نعمل لك ايه يعني؟ انت خايف تروح تفرقعها، سايبها للمنطقه. احلى حاجه ان انت عريس جديد ساب مراتك لشارع ما فيهوش شرطه والناس ممكن يطلع يفرقعها لك، بس انت راجل ثوراجي. المهم البلد مش مهم قصه المدام. واحنا شعب نصدق. والشباب اللي طلعت الجيتار بقى وبيغنوا يا مبارك يا كخه شيلي كخه من على السرير. هبل 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 والله العظيم. 3 الواحد بيقعد يبص 25 يناير دي في 3 نقط تتفشخ. تنظيمات كانت بتتحرك ويديك اشاعات تتلخم فيها وهو شغال. مبحث علمي ايه وبتاع ايه اللي عايزين يولعوه؟ ليه؟ محدش سأل السؤال ده. اشمعنى ده؟
هتقول لي بقى عشان اشاعه ان الفلوس اللي انت مدام بيها انجلترا. يا حبيبي، لا دي مش اشاعه، دي وثائق. والخازوق الحلو ان كان الجيش مأمنها من قبل حاجه. انت مدان انجلترا بمليارات. يا حبيبي، بالفوائد مليارات. فده انت بتصدق كلام الجيش؟ يا عم انا بقول لك ده، انا واحده كانت نهايه الموضوع، كان كله جرى زي الفران. انما هو كمان زهق من مبارك، وبدات الاخوان بقى تظهر، وبدات بقى تظهر بقى حاجات جديده بقى، الائتلافات الشبابيه الثوريه. فبدأ بردك التيار الاسلامي استعرض دراعاته، ورونا بقى اعملوا ثوره، تمام، ومليونيه ومش عارف. تطلع الجزيره الميدان شايل 1.5 مليون. ده ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ده بياخد ايه؟ ده بياخد كرياتين بسم الله، لا ولا واي بروتين. ده ايه ده؟ هو نفس الجزيره بنفس المذيع بنفس الكرافته المشجره المعفنه، طالع بعد 30/6. لا الميدان ما يعملش 200 300 نفر. لا كل ده انجكشن، ده مش طبيعي. لا خوازيق والعضلات دي ايه؟ ليه؟ وعطاش علان يا جدعان ولا ايه؟ ايه قله الادب دي؟ وقعدنا سنه ثورات او ايه مليونيات، كل واحد كل شويه ايه الاخوان تستعرض، تزحلق السلف الحركات الاسلاميه والجهاديه تخش معاها. عايزين نعمل يا جماعه مليونيه للاسلام، مليونيه للحجاب، مليونيه للي مش عارف ايه. ويعني كله يتهيأله عشان دينه بيجتهد. هو بيعمل حاجه؟ ينزل يقعد يوم، ما طول عمره قاعد ساكت. انزل يا معلم. والائتلافات الثوريه، وكل واحد يطلع. ومين منوره نجم تطلع تبوس واحد في الشارع، تقول لي دي حريه شخصيه؟ دي بنت مره وسخه، ابوها في يومجي. احمد فؤاد نجم ده في يومجي. بدات تطلع علينا اشكال بقى، والقنوات بقى ايه. ومعانا 3 شباب من حزب ائتلاف الجزمه على القفا، وحزب ائتلاف ابو شخه السكره، وانشر فيهم والخم الدوله، الخم الشعب في حاجه ملهاش لازمه. الناس يعني قاعده تاكل بتقرض في ضوافرها، خايفه مش فاهمه المستقبل وجيش. وتيجي بقى لما تتفرج على بقى الناس بقى البرامج المحترمه اللي بيكلمك على الله يرحمه، اللي هو كان نائب رئيس الجمهوريه اسمه اللي هو رئيس المخابرات ده، اللهم الهمنا الشهاده، عمر سليمان. راجل قبل الثوره بياما قال له يا ريس في ناس كتير دخلت من حماس تحت. الرئيس قال له ماله ما يخشوا. اهو لبس. ولو تفتكروا، لو في ناس بقى بتفكر شويه، قبل الموضوع ده بسنه ولا بسنتين في ميدان التحرير جت السودانيين عملوا زي مظاهره وناموا في ميدان التحرير يومين، والقوات المسلحه والامن المركزي حاصرهم وقعدوا 3 ايام. 3 ايام محتلين ميدان التحرير. كان تدريب لو تفتكروا في 2010 عيال، تمام، كان تدريب، كان تيست يعملوا ايه. فالتاني على طول راح منزل قوات الامن المركزي وباين قوته في حدوا النقطه دي. فاول ضربه اتضربت كانت الشرطه، عشان بيقول لك لا انتوا عندكم هوس المؤامره. لا يا معلم، السودانيين ايه اللي ينزلوا ميدان التحرير ويعملوا خيم ويعملوا معسكر نفس الشكل. وارجع برنامج عمرو اديب والبرامج القديمه بقى اللي كانت قاعده معانا من زمان في موضوع السودانيين اللي احتلوا ميدان التحرير. خش على اليوتيوب وهاته. انا ما عنديش فكره يعني مؤامره على البلد، لا احنا عايشين المؤامره، تمام. فاحنا حصلت 25 يناير ايه؟ ائتلافات كتير، ناس بتتكلم كلام كتير قوي وكانت حرب الدستور والمسلمين طالعين الاسلاميين، لا احنا لازم ننصر الاسلام. لا ماده تانية ايه يا عم انت؟ ماده تانية ايه وماده تالتة ايه وعلوم؟ هي حصه؟ ده ملخم الناس، معلوم ان لقمه العيش مش هتطولها، جوع خوف. يعني الناس ايه عماله اللي هو يا رب بص، طب ماشي نروح ننتخب عشان البلد، نروح نعملها عشان العيال. واللي تلاقيه بقى ايه؟ انا رايح اتجوز في ميدان التحرير. لا كس صوبك، انت معكش حق القاعه، هتسيع. دلوقتي بقى فين الائتلافات دي؟ تقول لي لا الجيش والداخليه موتوا صوتهم. لا يا ريس، طب وايام مرسي فين الاعتراض؟ طيب ايام مرسي ربنا بقى رزقنا بواحد كمان متخلف عقليا، يعني طلع اهلي عشيرتي، كان فاضل حبه يقول لهم اليوم خمر ونساء وغدا نقتل دين محمد.
ونقطتين في مرسي. وبما ان يعني ايران دولة شيعية يعني بعيد عن الاسلام، صح؟ راح تحط ايدك في ايديها بكس امك ليه؟ هتقول لي ما بيحط ايده في ايد امريكا الكفار. ايوه بس يا باشا هم باينين يعني امريكا دولة عندها فكر ديني بعيد عننا، لما دول داخلين المفروض جوه ديننا بيحرفوا فيه، واخد بالك؟ يعني اروح لواحد واقول له انا اوكي مان انا موافق، ده حاجه. تاني حاجه الخمره زود 40% ليه؟ يعني مش المفروض كانت دوله اسلاميه وعلى حاجه بقى ايه كل بقى متناك بقى كنت تساله في ايام 25 يناير او بعديها بقى لما العرس مسك، قول له ايه يا زميلي مش المفروض الخمره يمنحها؟ يقول لك لا ما ربنا منحها على 3 مراحل. لا كس امك، ربنا منحها نهائي خلاص، وهو مش نبي عشان يمنحها على 3 مراحل. ونظام لا اصله طلع زي سيدنا يوسف من السجن مسك مصر. لا 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 لا, لا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خلصت، هي آية واضحة رب العالمين قالها. لا لا شرمطة منيكة خولنة، هي دي الإخوان. والسؤال الغبي بتاع حودة الياباني، يا فين الائتلافات دي؟ طب فين الأحزاب؟ طب فين دورها على الأرض؟ طب فين مشاريعها؟ أيام ما كان مرسي ماسك، ومرسي استعرض استغلهم وراح جايبهم عملوا من نخبة وقعدهم. إيه رأيكم؟ أعمل إيه في موضوع أثيوبيا؟ كلهم طلعوا متخلفين، وبدات ناس يعني تقول لك لا ما الاخوان بقى اللي تمشينا، ده كل اللي على الترابيزه بهايم. واللي ايه ده؟ احنا بنتصور لايك مامي هاو دو يو دو مام. مش ده اللي كان بيتم؟ احنا خدنا ده في 25 يناير، عارف ليه؟ انه محدش ياخد ده. هو سيطر عليك من 3 نقط: الخوف، الجوع، الجهل بالمستقبل. زي الدجال لعب بدماغك يخوفك، وانت يعني ضعفت كشعب كلنا وانا اولكم. خاف على عيالي وخاف على مراتي، طب اعمل ايه؟ وانا من الناس اللي يعني اتضررت في 25 يناير. مفيش شغل، عايز تشتغل نص مرتب، ايه البلد كده؟ لا يا عم شكرا، اقعد احمي عيالي احسن. بلد حالها واقف. وطلعت قطر اديكم مليار، اديكم مليار يلا عشان يركبوا على اكتافنا. انما الحمد لله رب العالمين عندك اخت جامده اسمها السعوديه، اخت قويه اسمها الامارات، اخت عزيزه اسمها الكويت وبكررها. ويشكر امير الكويت على اللي عمله في الوطن المصري، جاب له حقه. تمام؟ بحرين، اردن، عمان، اخواتك. انت تعبت ومرضت والمرض جرى في جسمك، لحقوك بالدواء، لحقوك في جيشك في عصبك. كله بقى طلع بقى ايه؟ لا الجيش وحش، الجيش نخا، نعمل حركه بنك، حركه شرمطه. ادي 25 يناير يا جدعان، دي من وجهه نظري كدبه سيطرت علينا كلنا خوفنا. كدبه الاخوان ركبوا على خوفنا. ومن بردك من يعني من اوسخ حاجه في 25 يناير لبسنا توفيق عكاشه ابن المرأة الاحبه ده. وبصراحه حياه الدرديري لما كانت تخينه كانت مدملكه، كانت ايه شمط. بعد كده خست بقت ديرتي. ده اللي في اعلاميين ظهروا مرة يعني رانيا بدوي دي لبسناها ايه خازوق مغري. اعلام ابن مرة متناكه، اعلام شاذ فكريا، يقول لك الحاجه وناقضها في نفس الوقت وانت المفروض تامن بيها. الائتلافات، لا احنا هنعمل ثوره، احنا هنعمل. ولو تفتكروا في اسكندريه كذا مره حصلت حركات بقى اللي هي ايه، لا اللهم الهمنا الشهاده اللي كانت بتاعت الوايت نايتس والالتراس دي، حركات العيال اللي كانت بلاك بلوك والحركات الهبله دي. طب انت راجل عايز تعمل ثوره، راح تولع في محكمه بتاعت اسكندريه اللي هي كسومك عشان انت بتحارب وبتاع واد جامد. بامانه ده خدنا خازوقين 25 يناير. يحيى جيش مصر وتحيا مصر دولة حرة مستقلة. استنوا يا عزك ربنا يا بلدي بيكي وبجيشي. اقفل يا ابني.